في جزء مننا بيحاول يبقى احسن نسخه من نفسه في رمضان، ولكن بيكتشف انه بعد اول اسبوع ما بيعرفش يعمل اي حاجه من اللي هو قال لنفسه عليها. والسبب بيرجع لثلاث حاجات بالظبط. الحاجه الاولى النفس، ان هو بيقابل نفسه كده بيصطدم بيها، مش الشيطان. ان هو بيلاقي عاداته القديمه تتغلب عليه، ونفسه التي امتلأت بهذه الشهوات القديمه تعود مره اخرى لتحاربه في هذا الشهر. وان هو خلاص منه ليها بقى كده، اللي هو بيحاول ينفرد بالطاعات، فهي تجيله كده من الناحيه التانيه بتقبل عليه، فبيحصل الاصطدام اللي بنشوفه ده معنى مجازي ترفيهي يعني كوميدي عشان تفهموه بشكل ابسط. والحاجه التانيه اللي هو بيواجهها ان هي زي ما قلت من شويه ان هي مش عادات عنده، فبيلاقي نفسه كل يوم بيعمل صلاه، تراويح، صيام، وبعض العادات التانيه زي الصدقه، ان هو يساعد حد محتاج، وهكذا. الحاجات دي كلها مش متعود عليها، فبعد ما بيخلص الحماس بتاع اول اسبوع بيرجع تاني زي ما هو للاسف الشديد يعني، او بيحاول النفس القديمه دي ترجع للعادات بتاعتها. فيجي هنا دور المحاربه او دور الحاجه التالته اللي هتساعده، واللي هي ايه؟ الصحبه الصالحه. لو انت عندك صحبه صالحه هتلاقي نفسك بدون اي مقدمات كده بتتاخد من المكان السيء وتتحط في مكان ثابت وراسخ فيه، تقدر تصلي، تصوم، تعمل عادات حتى جديدة عليك، عبادات جديدة عليك ما كنتش بتعملها هم بيعملوها، الناس الصالحين واللي درجاتهم في الإيمان أعلى منك بحبة. وفي نفس الوقت تقدر تبقى أحسن حد من اللي أنت فيه دلوقتي. إيه الكلام ده مجرد بشكل عملي من فترات كبيرة مني أنا ومن أشخاص آخرين، فقلت أشاركه معاكم في هذه الأمسية الرائعة يعني. حاولوا جاهدين تستغلوا هذا الشهر، لأن هو مش هيجي طبعا غير مرة في السنة زي ما احنا كلنا عارفين، بس هو برضه في نفس الوقت بيعدي بسرعة. هو بيجي مرة في السنة ويعدي منه أسبوع دلوقتي، وكمان حبة كده لقينا نفسنا لأ ده احنا داخلين على العشرة الأواخر، فهنضطر جاهدين إن احنا نجتهد في العبادة في النص، لان لو ما اجتهدناش في العباده في نص الشهر هنلاقي نفسنا في اخر 10 ايام احنا هنعوض في ليله القدر. فالنهارده 21، النهارده 23، النهارده 25، وهكذا لحد ما نفوق على كلمه يا ليله العيد انستينا وجددت الامل فينا، ونلاقي نفسنا في العيد ولا استغلينا ليله القدر، ولا استغلينا اخر 10 ليالي في رمضان، ولا استغلينا او 10 ايام في رمضان، ولا استغلينا رمضان بالكامل، ولا استغلينا اي حاجه. وهي بدات معانا باسبوع، اول اسبوع بس. لما احنا ضيعنا اول اسبوع بدانا نقول لنفسنا لا احنا هنفوق في اخر 20 يوم. اول 10 ايام عدوا عادي، احنا كنا بس بنجهز للفتره اللي جايه. يجي تاني 10 ايام في الشهر، هو ال10 الاواخر معروفه، هي ال10 الاواخر اعتكاف جميل كده. في الاخر بيبقى صعب علينا نروح اعتكاف، بيبقى صعب علينا نلتزم بالصيام والصلوات بس في المساجد بس، يعني مش بس التراويح. طبعا القرآن طبعا انت خطتك في الاول ان انت تختم المصحف اكتر من مره، صح؟ دلوقتي انت قول لي بتقرا كام صفحه كده في اليوم؟ اول يومين كنت بتقرا بالجزء في اليوم، صح؟ يمكن بالجزئين كمان. دلوقتي وصلت لايه؟ قول لي وصلت لايه؟